عليكم ورحمة الله وبركاته. انتوا عارفين دايما انا بحب اصور كل حاجة حلوة و يعني تدي طاقة ايجابية. الراجل ده من ذوي الاعاقة، عنده نسبة حروق في جسمه وشغال وعنده بدر، موجود بيبيع منتجات كتير خاصة للأطفال والناس الكبيرة، فرش، بنس، مقصات، يعني حاجة، ملمعات جزم، ودانات، سلكات، بطاريات، اقفال، كل حاجه خاصه بالبيت هي موجوده عنده. بصوا هو ده الفرش بتاعه، هو موجود عندي محطه مترو السيده اللي موجوده ورا القصر العيني. يا عم كريم، اوصف للناس مكانك عشان يجوا يشتروا منك. ساعدوه يا جماعه. فين بالظبط؟ يمشوا منين ولا يجوا منين؟ اول ما ينزلوا من المحطه ينزلوا شمال كده يلاقوه. بصوا يا جماعه، هو قدامنا كده هنا شارع القصر العيني، هتمشي الشارع ده على طول هتوصل عند محطة المترو. تمام، محطة المترو اللي احنا فيها دي اهي. تمام، هو موجود عند السور بتاعها، المترو هناك اهو، هتطلع من السلم تنزل من السلم اهو، هتمشي لقدام شوية هتلاقيه موجود. يا ابو اسلام، اي حد يجي لك اكرمه. ماشي، ساعدوه يا جماعة وتعالوا اشتروا منه بجد. الراجل ده شقيان وتعبان ويعني عنده ظروف خاصة. الفرش بتاعه بسم الله ما شاء الله، ولا طالع يقول انا ما بشتغلش، ولا طالع يقول انا عندي اعاقه، ولا طالع يقول انا مش لاقي شغل وقاعد على الرصيف، ولا الكلام ده خالص. لا، ده هو واقف على فرش وبيشتغل عليه، ربما يكون شريك فيه، الله اعلم بالتفاصيل يعني. بس يعني هو بيكافح، بيجاهد مع نفسه، فاهمني؟ من الناس اللي لازم ان احنا يدونا طاقه ايجابيه في حياتنا. يعني كل واحد الحمد لله عنده صحته وعنده عافيته، اذا كان بيشتكي من مرض معين، ضغطي، سكر، قلبي، بس في واحد اهو عنده اعاقه كامله وواقف يشتغل، ما قالش لا، ما قالش لا انا هقعد واستنى اللي يساعدني، لا خالص. فدي حاجه فيها طاقه ايجابيه للذات.